السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع عم يوسف. النهاردة هنعمل الفطير بطريقة سهلة، لازم تعمليه، لازم تتشجعي وتعمليه. أنا وراكي وراكي لحد ما تعملي الفطير وما تقلقيش منه. أولا عشان أنا بوريكوا إن الفطيرة تبقى طرية، أول ما نطلع من الفرن هنغطيها بكيس فكده هتبقى طرية. هنسمي الله ونبتدي بقى. أدي كيلو دقيق، حطيت عليه بذرة ملح، جبت كوباية حطيت فيها معلقة سكر ومية دافية، وهقلبها عشان السكر يبقى دايب، وهنزل بيها على العجين. انا بالنسبه لي حاطه كيلو دقيق حطيت عليه 600 جرام ميه، يعني 3 كوبايات ميه. انتي بقى ده انا دقيق الاهرام. انتي لو دقيقك نوع تاني ابتدي حطي على الكيلو مثلا كوبايتين، وابتدي زودي سنه سنه. انا طبعا ما حطيتهمش برضو على طول، انا حطيت كوبايتين وكنت بحط شويه شويه لحد ما لقيت العجينه ظبطت وناعمه وملزقه في ايدي، عشان لما هعجنها هتشد معايا وتنشف. يعني اول ما لقيت العجينه حلوه كده وملزقه، بس كده خلاص هشتغل عليها بقى عجن، وبعدين هنزلها على الرخامه وهاتشي عجن فيها لحد ما يبان لها صاحب. طبعا انا مرضيش استعمل العجان، استعملت بايدي عشان ايه؟ ابين لكم ان الموضوع مش هستصعب واروح اجيب العجان واضربها فيها. انا بعمل لكم بايدي عشان تستسهلوا الموضوع، وكل واحده تروح جايبه وعامله. لو انتي مش عايزه تعملي كيلو ابتدي بنص كيلو دقيق زي ما انت شايفة. انا هاتي عجن يمين وشمال، وجبت لكم العجن شوية عشان خاطر تشوفوا. يعني على الرخامة كده نضفيها الاول يعني صبنيها وبمنديل نظيف، وبعد كده هاتي عجن فيها. سيب بقى العجينة ترتاح على جنب. وجبت الميزان وحطيت 370 جرام زبدة. طبعا مش لازم تستعمليهم كلهم، على حسب اللي انتي بتحبيه، ممكن تستعملي 250 جرام، ممكن تحطي كده بالويم. اقول لكم حاجه يا جماعه، انا بوريكم الطريقه. ممكن نبقى انا ما حاولتش ادورها ولا اعمل لها حاجه مظبوطه، انا اشتغلتها كأن واحده بدائيه بتشتغل. طبعا انا بورقها وبفردها زي الفلاحين وبعمل طرق كتير، بس انا حبيت اعمل الطريقه دي، اسهل طريقه لاي واحده بتبتدي تعملها. زي ما احنا شايفين، بس معلش دي محتاجة نشابة، مش هينفع بإيدك عشان العجينة بتبقى ناشفة شوية، ولما بتجيبي الزبدة تحطيها فيها بتبقى ناشفة أكتر. فمعلش النشابة دي مش هتلاقيها غالية، ب20 جنيه ب30 جنيه هتحطيها عندك وهتعملي بيها أي حاجة انت عايزاها، ومش هتستغني عنها بعد كده. زي ما انتوا شايفين انا فردت عجينتي اللي هي بتاعت الكيلو كاملة، سمك كده بتاع نص سنتي. وبعدين الزبدة بتاعتي اللي سبتها يعني لحد ما بقيت تتحرك بإيدي كده وناعمة، وابتديت بس ما تسحش، ابتديت افردها بالتساوي على العجين كله زي ما انتوا شايفين. سبت حتة في الطبق، لو انتوا شايفينها هتشوفوا بعد كده هنعمل بيها ايه. يبقى انت ممكن تحطي مج زبدة، ما عندكيش ميزان ما توزنيش حاجة. وزي ما انتوا شايفين انا لفيت العجين رول عشان خاطر هقسمه على قد اللي انا عايزاه. مبدئيا انا جبت صينيه وفردتها بالزيت، حطيت عليها نص العجينه عشان دي هعمل فيها فطيره مشلتته، فدي هتبقى فطيره بعجين نص كيلو دقيق. هتبقى طبقات كتيره وهتبقى عاليه وهتبقى ما شاء الله تقيله معاكي، وفطيره محترمه. وبعد كده قسمت النص كيلو التاني لثلاث قطع، هعملهم فطيرات صغيره على البوتاجاز. طبعا النوباجي انا عملتهم ساده باللبن والسكر، ممكن نحشيهم كاسترد وممكن نحشي اي حاجه، بس انا بوريك ان انت تبتدي باي حاجه عاديه. طبعا ممكن تعملي نص كيلو بس، وممكن تعمليها في الطاسه وما توديهاش الفرن خالص، يعني اعملي اللي انت عايزاه. بعد ما سبتها ارتاحت في التلاجة شوية ونشفت عشان الزبدة تمسك فيها، جبتها بقى ورحت رش على الرخامة زيت. المرة اللي فاتت حطينا دقيق للفرد اللي هحط عليه، نوبادي بقى زيت. زي ما انتوا شايفين هفرد بقى، ماليش قياس ولا عايزة ادور ولا عايزة اي حاجة. زي ما انتوا شايفين فرد عشوائي ملوش 3000 لازمة، يمين وشمال لحد ما تورقي العجينة وتخليها ايه رفيعة شوية، يمين شمال فوق تحت كده تخبطي بالنشابة لحد ما تفرديها. مش محتاجين ندورها ولا محتاجين تنظيم ولا محتاجين حاجة خالص. حتة من الزبدة بقى اللي انا قايله لكم سايباها، هفردها وابتدي نلمها زي المنديل زي ما انتوا شايفين، ندورها كده زي وعلى طبق وعلى جنب. دي اول واحدة. التانية طبعا هي ناشفة جدا عشان انا حطها في التلاجة، الرخامة خلاص فيها زيت مش هحط تاني. زي ما انتوا شايفين هفرد بالنشابة، والنشابة خلاص كمان بقت مدهونة، مش محتاجة احط زيت تاني. يمين شمال فوق تحت اي حاجة عشوائي 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 كده زي ما انت شايفة. لا انت محتاجة تنظمي ولا تنسقي ولا تعملي اي حاجة. حتة الزبدة بتاعتك
وهتروحي فرداها برضو وتروحي لمها زي المنديل وحطها في طبق. ليه انا بحط في اطباق؟ عشان انا هنزلها على الجريل وهسويها او في طاسة عندك. يعني انا لو هعملها في صواني في الفرن هنزلها في صينيتها على طول، لكن انا هنا بحط في اطباق عشان انا هفردها على بعد كده على الطبق وهنزل بيها في الجريل. ادي التالتة. يا جماعة واحنا بنعمل التالتة بقى خلاص احنا عرفنا بنعمل فيها ايه. عندي الزبدة بقى اعمل ايه؟ مش هشتغل؟ لا هتشتغلي وتعملي احلى حاجة نفسك فيها. هتجيبي معلقتين 3 من السمنة محترمين كده كبار، بقيمة مثلا نص كوباية سمنة، وحتتين 3 قشطة من اللي انت مجمعاهم من وش اللبن، وتروحي حطها على السمنة. حطيها على النار دقايق بسيطة، دي تفك في دي، واستعمليها اقسم بالله هتطلع معاكي اطرى واحلى من الزبدة. بس طبعا سمنة دايركت لا، هتبقى دسمة جدا وتقيلة جدا. ليه بنستعمل لها الزبدة؟ الزبدة فيها لبن وفيها يعني مادة رطبة، اما تيجي تعملي بيها الفطير هتديكي الدهون قليلة وفي نفس الوقت هتديكي طراوة ورطوبة للفطيرة، هيعوضها عن دوت القشطة اللي انت هتحطيها على السمنة. فانت عندك بديلين. دي طبعا الفطيرة الكبيرة زي ما احنا شايفين، وبرضو بفرد بمنتهى العشوائية. انا مش عايزة اي حاجة بنظام، ولو عايزة انظمها او ادورها كنت دورتها. انا قصدي النهاردة ومتعمدة ان انت هتعملي اي حاجة وهتطلعي احلى فطيرة من ايدك باذن الله. لازم كل واحدة ما عملتش الفطير تقوم تتشجع وتعمله. وفي طريقة تالتة كمان انا هعملها لك. وفي طريقة الاولانية بتاعت الفلاحين اللي احنا بنفردها وبنرققها وبنلفها، هنزلها لك في صندوق الوصف باذن الله مع مع العيارات اللي انا عملتها دي بتاعت الفطيرة بتاعتي. طبعا العيارات ما هي ثابته ولا اكيده، في ناس بيحبوا السمنه اكتر فبيزودوا الزبده، في ناس ما بيحبش يعني تحب الموضوع قليل خالص، في ناس بتحبها بالزيت. بس يا جماعه الزيت هتبقى ناشفه، هتبقى ناشفه مش هتبقى حلوه، هتبقى عامله زي اللي انت بتشتريها من السوق من الناس اللي قاعدين في الشارع كده. عايزه بقى فطيره حلوه ومتكلفه عليكي وعلى حته الزبده التمام. دي طبعا نص كيلو من الدقيق هتطلع لي حته فطيره محترمه يعني. زي ما انتوا شايفين بعد ما سبتها شويه كده بقى ما نضفت حواليا ورجعت بقى افرد، ادي اول طبق لقيتها قسيت رحت جايبه التانية. افرد افرد افرد، مسكت معايا ومش بتفرد اكتر من كده، اركنها واجيب الطبق التالت. طبعا لو انت عامله واحده بس اصبري عليها شويه. لفي اغسلي طبق اغسلي كوبايه اعملي اي حاجه، اصل انت مش يعني مش هتفرديها هتلاقيها تتفرد معاكي مره واحده. انا مش عايزه ارققها ومش عايزه اعملها بالنشابه تاني، انا كله بايدي زي ما انت شايفه بقى خلاص كده خلاص النشابه شكرا. زي ما انتوا شايفين اول ما بلاقيها مسكت في ايدي بروح ركناها وجايبه الطبق التاني. يعني انا شغاله بالتلات فطاير بتوع الطاسه، اسيب دي احط دي. ويا جماعه خدوا بالكم انا اشتغلت في جريل، عشان انا قبل كده كنت منزله شغل في الوك واتلخبطت لاني تعبانه وما عدتش التصوير، فقلت يا جماعه هنشتغل في الجريل وهي كان وك. فلقيت واحده لطيفه ربنا يكرمها ويديها الصحه داخله بتديني نصايح وبتقول لي ان انتي شغاله بيها دي اسمها طاسه، والجريل مربع ومضلع، وبتديني قصيده طويله عريضه. فكتر خير والله كل اللي بيخشوا ويسمعوا وينتقدونا. زي ما احنا شايفين بقى انا جبت الجريل فاضي ما فيهوش اي مواد دهنيه، لان احنا مظبطين الدنيا والمواد الدهنيه بتاعتنا موجوده بالفعل. فحطيت بقى زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا مش هصرح حاجه في الحته دي، بسيط يعني تصريعه بسيطه كده عشان تشوفي هنسويها ازاي. اول ما حسيت ان العجين بيديني نقرات بسيطه كده رحت قلبها الناحيه التانية. ما تسيبهاش على ناحيه واحده وقت طويل عشان ما تتلسعش منك. وخدوا بالكم انا بعملها على نار هاديه عشان تستوي من بره ومن جوه. برضو بعد ما اخدها وش كويس كده اروح لفها برضو على الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين كده سهلة جدا والله العظيم، وما بتاخد ثواني. يمكن انا باخد وقت عشان بصور يعني عشان بستنى واصور وكده، لكن انت لو شغالة دايركت دايركت في بيتك ولا هتاخد منك اي وقت. زي ما انتوا شايفين باخد شوية واقلب وشوية واقلب عشان اطمن من لونها، يعني ان هي لونها ذهبي كده وجميلة. طبعا اول واحدة عملتها رحت رش عليها اللبن والسكر واتاكلت قبل ما اكمل التصوير وقبل ما تتحط في التصوير. فحضراتكم هتشوفوا في الاخر فطيرة كبيرة واتنين صغيرين، لان التالتة كان الحمد لله الولاد كلوها. بس يعني ما لحقتش ابص كده لقيت ابتدوا يقطعوا منها وياكلوا. بالهنا والشفا على قلوبهم وقلوب ولادكم يا رب. بصوا يعني انا معلش صابره شويه وبوريها لكم عشان تعرفوا تسويتها عامله ازاي. طبعا بعد التسويه شايفين اللون الذهبي الجميل، حاجه كده اخر جمال.
ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. الكبيره حطيتها في الفرن على اعلى درجه فيه الفرن الصغير، وسبتها وبقيت مراقباها، واول ما لقيت لونها ذهبي كده جميل رحت جايباها. طبعا دول بتوع السكر واللبن، زي ما احنا شايفين انا برش عليهم اللبن، وبعد كده رشيت السكر. معلش ما جاتش رشة السكر، لقيت الكاميرا مطفية. ودي الكبيرة كانت طلعت من الفرن. طبعا اول ما تطلع تروحي حاطة عليها تحتيها كيس وفوقيها كيس، هتبقى طرية وجميلة واحلى حاجة من ايدك. بس انتي قومي واشتغلي وما تكسليش. مش هقولك دفي البيت، دفي البيت ايه ده، انتي هتبردي وتتلجي. كلمة دفي البيت دي بتستفزني بشكل غير طبيعي بالنسبة لست البيت. وبكده نكون خلصنا، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.